سيدي انساتي سادتي مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم هنا في ليله نعلن من خلالها عن افتتاح من ديار المهندسين بقريه طه حميد البطوله التي تضم اقوى 40 فريقا داخل محافظه الشرقيه. حكما فلا تخرجوا كل فرصة من خلال هذه المباراة. طبعا البداية كانت لابد أن تكون من خلال تكريم أساطيرنا ورموزنا وقامتنا الكبيرة جدا. إنهم أساطير لعبة كرة القدم داخل محافظة الشرقية. المرغان هل سمعتم هذا الاسم؟ طبعا الجميع سمع باسم المثيل، يعرف جيدا قيمة المثيل. بطولات المثيل ايام المثيل ايام المثيل يا لذكريات المثيل، يواجهون اصحاب الارض والجمهور الذين ارادوا ان يذكروا الجيل الجديد بالجيل الذي مضى كتب تاريخ صنع ايام خوالي ليالي لا تنسى. لذلك البلد والنادى بالنزول طه حميد الى الكره عن طريق الكابتن اسماعيل، يلعب الكره في مكان الكابتن عمرو غالب الكابتن الكابتن صبحي مجد يريد ان يطلع السائل، يريد ان يسجل لكن الكره مرات وراء يدها قاسم يستعيد الكره، يلعب الكره في مكان عادت الى الكابتن السعداوي. يا للتاريخ الكبير، يا للجراحات الاماميه. ايوه كده يعني برضه وجه لازم اخد وضع. حيث ما تشاء ستجد منه افضل مما تتوقع. هكذا جراحات الكره يسمع من جديد عاده هنا عن طريق راسل يلعب الكره في مكان يا كابتن الشافعي. هل تعيدنا لايامك؟ هل تعيدنا لذكرياتك؟ هل تعيدنا الله 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 الله؟ يا للمسة براء، يا لنكتة براء، يا لامكانيات براعاتك الكبيرة. نعم كسبنا حكما كبيرا لكن ابتكرنا لاعبا اكبر. الكرة هنا واجد اللمسات، شوفوا تابع اللمسات محمد صبحي الى براء الى كرة عرضية، لكن وجدت الكابتن عمرو غالب يلعب الكرة في المكان. رضا الغرباوي الاسطورة الكبيرة، الاسطورة الكبيرة، اللاعب الافضل، اللاعب الامهر، اللاعب الامتع، يلعب الكرة محاولة التصويب لكن هنا التدخل في توقيت المثالي وابعاد الكرة. الكرة من جديد هنا وصلت مرة أخرى، عادت عن طريق رضا الغرباوي وعيد الكرة إلى وليد يلعب كرة أمامية باتجاه الكابتن السعداوي. الكابتن السعداوي متوسط مكان العيار الشقيق، إنه دائما يكون بغير إرمانة الميزان الذي يتحكم في كل ميدان الكابتن السعداوي. نعم لاعب كبير، مدرب كبير، مكتشف للنجوم، حاسب للبطولات، صائد للألقاب، يتزعم كل المنصات. شوف براعاته، شوف اللمسة، شوف السحر الكبير، شوف الكرة، شوف التصويبة. الكرة من تنشيط عن طريق حسام يلعب الكرة، هذا الكرة مرة أخرى ذلك المثير يسيطر، هو الأقرب هو الأخطر، ذلك المثير هو الذي ينتزع من الجمهور. ادفع
الكرة وصلت مرة أخرى هنا عن طريق الكابتن السعداوي، يلعب الكرة في مكان عن طريق بسام يغير شوط اللاعب بالجهة اليمنى عن طريق الشافعي كمال أحد أبرز المواهب التي مرت عبر تاريخ أبي حماد. هنا محمد صبحي صوته من الحجامة. ولا شافعي اهدى خالص اهدى. الكرة وصلت مرة أخرى هنا عادت عن طريق بسام الساحر الكبير يلعب له كرة في مكان. شوف بسام لكن الكابتن طه يضغط يلعب له كرة إلى الغرباوي هنا يلعب كرة محاولة تغيير الاتجاه لكن الكرة اصطدمت غيرت المسار وصلت إلى ركلة تماس. الكرة أمامية الكابتن سيد بركات التصويبة لكن محمد صبحي يتمكن من إحباط المحاولة. الكرة لا زالت قائمة لكن الكرة عدت لكن الكرة مرت لكن الكرة تجاوزت الخطوط هنا إلى رمية مرمى. الكرة لصالح فريق النخيلي الذي يبحث عن هدف مبكر. طبعا الكل في انتظار مباراة الافتتاح، الحدث الأكبر والأقوى، الحدث الأهم في هذه الليلة حينما تطلق صافرات إعلان ضربة بداية وافتتاح وانطلاق بطولة طه حميد بداية الموسم الصيفي هنا على ملعب المهندس طه حميد. الفريق المستضيف لتلك البطولة في مواجهة فريق بايرني. دعوة لكل عشاق كرة القدم، لكل المحبين والعاشقين الذين يعشقون هذا الجلد المدور، دعوة لهم لمتابعة تلك المباراة الافتتاحية الكبيرة. تهرى في مهمة قومية رسمية، مهمة كبيرة جدا. سيصطدمون بخصم كبير انه بايرني. الكرة من جديد هنا محاولة الانطلاق لكن براء يسقط. الكرة عادت من جديد وصلت هنا عن طريق الكابتن سعداوي. اهو جاي اطلع براه اقف ابو صبحي اقف هم زيادة علينا على طول يا رجاله. يلا هو جاي يلا شاف ايه. العودة من جديد مرة أخرى. هنا براء يلعب كرة أمامية لكن التدخل من جانب وليد يضغط يلعب كرة أمامية. الغرباوي يعيد الكرة من جديد. الغرباوي مهارة لا تنتهي، سحر لا ينتهي، سحر يتجدد، اسم يتردد. إنه بطل المشهد، إنه البطل القومي الكبير، إنه أسطورة المهارات، ملك الإبداعات، إنه الغرباوي، ذلك الساحر الذي لم تنتهي أيامه أبدا. ذكرهم يا غرباوي، أعيدهم إلى أيامك، أعيدهم إلى لقطاتك. شوفوا تابع ذلك الساحر. الله يا للمسات الغرباوي، يا لقوتي وسحري وإبداعي ذلك الموهوب، ذلك الساحر الكبير جدا. هنا الكرة، هنا عودة عن طريق براء. طهرة تقدمت ودائما كانت تتقدم طهرة. ذكروهم بالتاريخ، من ماضيكم تتعلموا أمجادكم. هنا الكرة، هنا تصوير
مهما تغيرت المشاهد، مهما تعاقبت السنوات، مهما تغير المكان، مهما تبدل الزمان، يبقى الساحر ساحر، يبقى الغرباوي يتصدر كل مشهد، يبقى الغرباوي هو بطل كل ملعب، يبقى الغرباوي هو بطل كل لقطة، صاحب كل لمسة، صاحب كل متعة. شوف اللمسة، شوف اللمسة. الغرباوي يقدم لنا نسخة كبيرة جدا للاعب مهما تقدم في السن يبدو انه افضل. هنا الكرة، الله الله، هي لقطة من الطرائف يا براء على خط المرمى. براء يهدر فرصة العودة، يهدر هدف التقليص. الكرة مرت من جديد وصلت الى الغرباوي. الغرباوي شوف اللمسة، الله، شوف طه، الله، الان عدى يلعب له كرة في مكان. شوف المحاولات، هنا الكرة امامية عادت عن طريق الشافعي كمال. هل تذكرنا بالمهارة المعتادة؟ هل تقدمها لنا الليلة؟ هل تبهرنا بها كما جرت العادة؟ الكابتن سعداوي يلعب كرة تمريرة خاطئة. شوف السحبة، شوف السبعة، شوف المتعة، شوف اللمسة، شوف الابداع. شوف محمد صبحي كيف يقطع مسار التمرير. يلعب كرة هنا عن طريق الشافعي كمان. الشافعي يا سلام على التمريرة، يا سلام على الرؤية الثاقبة، يا سلام. هنا الكرة مرتدة، الثالث، الله الله، الثالث والسجال بأقدام ملك الاهداف، بأقدام الأسطورة الكبير جدا دائما. سيبقى كبير، سيبقى بطل كل ليلة، سيبقى هو اللاعب الأفضل. نعم، الغرباوي يسجل هدفا ثالثا كما هي العادة يا غرباوي. في كل مكان تذهب إليه تسبقك أهدافك، تسبقك لقطاتك. الكرة أمامية، براء عدى واحد على واحد، يجيد المرور، يجيد التصويب، لكن هناك حائط عنيد، هناك حائط صوت كبير اسمه وليد يتصدى للكرة الماضية. الآن الكرة عن طريق أحمد عوض، يلعب له كرة، محاولة تصويب. براء، الله 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 على التصدي. شوفوا تابع، شوفوا تابع اسماعيل كيف يتصدى. يذكركم بالأمجاد، يذكركم بالأيام، يذكركم بلحظات الفرح، بلحظات الانجازات، بقلعة الأمجاد. وطاهر حميد، الكرة أمامية، التمريرة، لكن الكرة خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة، اللمسة في الامام، محاولات، لكن انه سمعة. انظر 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 كيف يتدخل في توقيتات مثالية. الكرة عادت، الكرة عادت. ان كنت انت تشاهد هذا المستوى الكبير جدا من لاعبين يقال عنهم انهم قدامى، انهم علقوا حذاءهم، انهم انتهى مشوارهم الكروي، يقدمون هذا المستوى. فكيف كانوا في الماضي؟ كيف كانوا يقدمون في الماضي؟ كيف كانوا يلعبون في سنوات عزهم ومجدهم؟ الله على المتعة، الله على المتعة. الكرة هنا لكن خارج أرضية الملعب. يقدمون مستوى يجعلك تتوق لرؤيتهم في أيام الصبا والشباب، في أيام ماضيهم. الكرة أمامية عادت عن طريق الغرباوي. لابد أن يقدم لقطة، لابد أن يقدم اللمسة، لمسة دائما مختلفة. شوف الكابتن، الله للكابتن عمرو غالب. اتعلم يا سمير يا بنداري، اتعلم من الكابتن عمرو غالب. شوف كيف يبدع، يستعرض مهاراته. الكرة تصويب ومحاولة الرابع. الكابتن عمرو غالب يذكر سمير بنداري بمستواه الكبير جدا. هنا الكرة عادت، لكن الكرة خارج أرضية الملعب. الكرة تتحول. نعم، مباراة الافتتاح، المباراة المرتقبة الكبيرة جدا ستكون بين فريقي طاهر حميد وبايرلي. لا زال الجمهور يتوافد الى ارضية الملعب لتقديم الدعم لفريق طاهر حميد الذي سيواجه خصم عنيد جدا هو بايرلي. نعم، جمهور يتوافد من اجل تقديم الدعم والمساندة والمؤازرة لفريق طاهر حميد الذي يطمح
نحو إعادة أيام طهرة مرة أخرى. الكرة عن طريق براء، يلعب كرة أمامية، المحاولة الآن الكرة العرضية، لكن وليد يقدم مستوى دفاعي كبير، جدا. الكرة عن طريق الكابتن الشافعي، يعيد الكرة إلى عوض مرة أخرى. هنا اللمسة أمامية، الكرة عن طريق براء يلعب كرة عرضية، لكن وجدت العملاق الكبير جدا الحارس الذي يعد هو الحارس الأفضل على مر تاريخ طاهر حميد، إنه الكابتن إسماعيل. الكرة عادت من جديد، وصلت، لا زالوا يحاولون فريق النخيل العودة بالنتيجة، لكنهم يواجهون دفاعات قوية جدا. بس باسم يلعب كرة أمامية، يقدم كرة هدية إلى براء الذي يحاول أن ينطلق في اتجاه المرمى، يعيد الكرة مرة أخرى، لا زالت قائمة مستمرة هنا إلى الكابتن سعداوي، يلعب كرة، لكن يا لتدخلات وليد. الكرة عن طريق الكابتن سعداوي، يعيد الكرة إلى الكابتن الشافعي. الكابتن الشافعي يتقدم، لا زال يحاول يلعب كرة أمامية، عادت عن طريق براء يلعب العرضية، لكن الكرة خارج أرضية الملعب. طبعا حكم المباراة ينتظر انتهاء، يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول. نعم، شوط المباراة الأول على وشك النهاية، والنتيجة تقدم طاهر حميد بثلاثية نظيفة. الكرة مرة أخرى هنا من جديد عن طريق الكابتن طه، يلعب كرة إلى الكابتن سيد بركات، تقدم، يلعب كرة، البحث دائم عن الغرباوي، الكل يبحث عن الغرباوي، وهل تأتي الأهداف إلا من خلاله؟ هل بإمكان أحد أن يسجل إلا الغرباوي في ليلة يتواجد فيها الغرباوي؟ إذا يكون هو حامل أختام الشباك، هو الذي يعرف الطريق إلى الشباك. الكرة أمامية، هنا محاولة العودة بالنتيجة. محمد صبحي صوبها، لكن صوبها في المصابيح الكهربائية بعيدة. الكرة خارج أرضية الملعب، الكرة تتحول هنا إلى رمية مرمى. إسماعيل الذي يقدم مستوى كبير جدا. هنا محاولة الوصول إلى رابع الأهداف. نعم، ننتظر المباراة الكبرى. طاهر حميد طبعا مذكر مباريات اليوم الافتتاحي، مباريات في غاية الأهمية والقوة والإثارة. المباراة الأولى مباراة الافتتاح ستكون مواجهة من العيار الثقيل، ديربي الزقازيق بين فريقي طاهر حميد أصحاب الأرض والجمهور يواجهون فريق بايرلي. المباراة الثانية ديربي أبو حماد الأقوى نصور عمرية فريق البطولات والألقاب. هنا الله محمد يا صبحي، هذا هدف يصنف من الأهداف المارادونية، هدف ماراثوني على طريقة ميسي. يا للتلاعب، يا للمهارة، يا للنهاية. شوفوا، تابع الانهاء، محمد صبحي أطاح بالجميع، أسقط الجميع، يضرب الكرة لتستقر في الشباك، ليعيد فريق النخيل من بعيد ويبقي على آمالهم. هنا الكرة عن طريق الغرباوي صوبها، لكن الكرة خارج أرضية الملعب. المباراة هنا صافرة نهاية شوط المباراة الأول، والنتيجة تقدم طاهر حميد بثلاثية نظيفة. نعم، نذكر المباراة الأولى